السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. المخروطة الفلسطينية، الصنف اللي مهما عملنا وصفات جديدة وحديثة بنرجع ولازم يكون موجود معنا بأجواء العيد. كل عام وانتم بخير. أنا هون اختصرت الفيديو وحطيت كل المواد اللي مكتوبة بالصندوق الوصف، وبسبستها بالأول. بس يعني بنفرك المادة الدهنية بقلب الطحين أو السميد لحتى تتشرب بشكل جيد، ولما نيجي نعجن بالمي أو بالحليب تستقبل العجينة بكل أريحية. ملاحظة كتير مهمة، الطحين مرات، وهي شكوى كتير تكررت السنة هاي وكتير صبايا بعتولي، الطحين ما بيتشرب. فانتبهوا يا بنات، ما تحاولوا تغيروا الطحين اللي انتم متعودين عليه. غيروه بالأيام العادية، ولكن بأيام العيد وأيام رمضان والتكلفة صارت عالية، خليكم على الإشي اللي انتم متعودين عليه. هون التمر أنا صراحة بتعامل مع عطار موثوق فيه جدا. وشوفوا التمر ما أحلى، أنا ما بغلب حالي، بحطه بقلب كيس نايلون، بحط البهارات اللي بحبها، بحط سواء سمنة، زبدة، زيت زيتون، زيت قلي، اللي بدكم إياه، حتى البهارات اللي بدكم إياه، ولكن المتعارف عليه ينسون وشومر، هم أطيب إشي صراحة للمقروطة. ومثل ما انتم شايفين، كل ما كان شغلنا مرتب كل ما كان سهل علينا. وشوفوا هالمنظر، أنا بخبز بصواني الألمنيوم، كتير بتعطي نتائج روعة. بنحطهم بفرن 180 أو 200، كل حدا حسب فرنه، ولو عندك مروحة شغليها. بياخدوا ما بين 15 يعني أقصى شي 3 ساعة، بس ما تطولوا عليهم عشان ما ينشفوا، وهيك بيكونوا وصحتين وعافية. ملاحظة كتير مهمة، كتير صبايا بيقولوا لي التزمنا بالمقادير ولقينا العجين ناشف. ناشف يعني بيكون بده زيادة بالمواد الدهنية. صحيح احنا بنكتب المقادير بالضبط خاصة في الحلويات، ولكن الفترة هاي بعض المواد الأولية طحين أو سميد عم يشربوا زيادة من المادة الدهنية. خلي عينك ميزانك، يعني لما تبسبسي السميد أو تبسبسي الطحين وتلاقي إنه بتكمشي أنت بإيدك السميد أو الطحين وما رص على بعضه، معناته ناشف، يعني بده شوي زيت سمنة المتوفر عندك. ونفس الشيء لما تيجي تضيفي السوائل، الحليب أو المي تدريجيا، يعني لو العيار بده كوب بدك تزيدي شوي، وإن شاء الله تكون واضحة الأمور.